السلام عليكم. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة الأستاذ عزابي للتربية والتكوين. إذا إن شاء الله هذا النهار إن شاء الله في هذه الحصة هذه غنهضروا على واحد الموضوع اللي هو جد مهم واللي هو المستجد ديال هذا العام هذا. يعني كما كتعرفوا أن هذه الظرفية اللي كنعيشوها واللي تم فيها الدخول الاستثنائي وفق الظروف الجائحة ديال كوفيد 19. إذا كاين موضوع اللي هام هو نمط التناوب التي تم اعتماده. إلا سولكم في الامتحان ما هو النمط المعتمد الرسمي للوزارة، هو نمط التناوب. شنو كنقصدوا بالتناوب؟ ويعني المزوجة بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي. إذا غنشوفوا إن شاء الله هاد الموضوع ديال التدريس، يعني منهجية ديال التدريس وفق نمط ديال التناوب، وفق نمط ديال التناوب. يعني كيفاش كنقدموا حنا الدروس؟ كما كتعرفوا التناوب انه الفوج كيحضر والفوج النهار الثاني كيحضر فوج اخر، يعني كتكون عندنا حصه حضوريه وحصه ديال التناوب. يعني كيف يتم الاجراء ديال هاد المنهجيه كيف ارض الواقع، كيف يتم تطبيقها؟ يقدر يسولكم على هذا العام لان مستجد يسولكم في شي ماده كيفاش يمكن لك انت تطبق هذه الاجراء هذه، كيفاش يمكن لك تساير بدون المساس بالوقت الزمني ديال المده الزمنيه ديال التعلم. اذا كيفاش غنشوفوها ان شاء الله؟ تبع معايا الفيديو حتى اخر حصه. انا رصيت على فكره كملاحظه، رصيت انني هذا الموضوع هذا غنغي يتقسم، يعني المستويات كل ماده غنخدموا بوحده. دونك غتلقاو الفيديوهات مقسمه باش يسهل على كل واحد يلقى من مستوى غادي يخدموا. اذا ان شاء الله في هذا الفيديو غتشوفوا ان شاء الله المنهجيه ديال التدريس وفق نمط التناوب ديال المستوى الثالث والرابع، في ماده اللغه الفرنسيه ان شاء الله. دونك في هذا الفيديو غنشوفوا غير المستوى الثالث والرابع فرنسيه ان شاء الله، والفيديوهات الاخرين قلبوا في القناه غتلقاو باقي المستويات المواد الاخرين ان شاء الله غنتناولهم كاملين. اذا تبعوا معايا ان شاء الله حتى نهايه الفيديو باش تعرفوا كيفاش يتم الاجراء ديال هذه المنهجيه التدريس وفق نمط التناوب. ومنها كذلك فرصه باش تعرفوا حتى الغلاف الزمني المخصص لكل مكون وفق اخر المستجدات وفق المنهج موقع 2020. دونك هذا اللي غنعطيكم راه فيه كل شيء شامل حتى التدريس وشامل حتى الغلاف الزمني. تتبع معايا. دونك بالنسبه للمستوى الثالث لاكتيفيتي اورال في الايام العاديه قبل هاد الكورونا فيها 4 سيونس، 4 ديال لي سيونس كيداروا، 4 ديال لي سيونس. عندي السيونس الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. دونك دابا كي غنديروا لها حنايا كنتقدم في 4 ديال الحصص. الحصه الاولى كما كتشوفوا 30 دقيقه 20 دقيقه 30 دقيقه 20 دقيقه. الوغ دابا في التدريس بالتناوب كيفاش كتتم؟ الحصه الاولى كتكون بريزونسيال يعني حضوريه، الحصه الاولى كيقدمها الاستاذ في القسم. الحصه الثانيه كتكون تعلم ذاتي اوتو ابرونتيساج، يعني كتكون تعلم ذاتي كدير ما كديرهاش نتايا، التلميذ هو اللي كيديرها في الدار، يعني كتشرح له اش غيدير في الدار هو. الحصه الثالثه ها هي كتكون 30 دقيقه المده ديالها بريزونسيال يعني حضوريا، كياخذها التلميذ حضوريا في القسم. اما الحصه الرابعه فهي كذلك كتكون المده ديالها 20 دقيقه واوتو ابرونتيساج يعني تعلم ذاتي في الدار. على فكره هذا التعلم الذاتي راه كتكون المواكبه ديالو ديال الاستاذ، يعني ملي كيجي في الحصه اللي موراها راه كيشوف المواكبه ديالو واش التلميذ فعلا دار داك التعلم الذاتي ولا لا، كيخلي واحد الحيز زمني في بدايه ولا اخر الحصه. دونك هذا بالنسبه لاكتيفيتي اورال المستوى الثالث. ندوز لمكون اخر لا ليكتور. دونك لا ليكتور فوالا عندها حتى هي 4 سيونس، 4 ديال ليسونس فيها. الحصه الاولى 30 دقيقه، الثانيه 20 دقيقه، الثالثه 30 دقيقه، والرابعه 20 دقيقه. نفس المنهجيه. الحصه الاولى كتكون حضوريه، الحصه الثانيه تعلم ذاتي، الحصه الثالثه حضوريه، والحصه الرابعه كتكون اوتو ابرونتيساج يعني تعلم ذاتي، يعني نفس المنهجيه ديال لاكتيفيتي اورال اللي كيقراوها هما. دونك ندوزو لمكون اخر اللي هو الكونتين اي شونط، يعني هي الليكتور ديكسيون بالنسبه سميتو المستويات اللي كبار، كيف الثالثه والرابعه كيكون عندهم هذا المكون هذا. دونك عندها حصه واحده اسبوعيا، دائما حصه واحده اسبوعيه وكتقام حضوريا، المده ديالها 20 دقيقه ها هي بريزونسيال. ندوزو لمكون اخر ليكريتور اي كوبي. دونك ليكريتور اي كوبي كاين 2 سيونس في السيمانه. هادشي باش على فكره هادو كنهضر على التوزيع الاسبوعي ابدومادير، هذا التوزيع الاسبوعي. دونك شنو عنده؟
كان عندها دو سيونس. هاد المكون هذا عنده دو سيونس. السيونس الاولى كتكون اكريتور، والسيونس الثانيه كتكون كوبي. هذا في النورمال يعني بالتدريس العادي، ولكن في وفق نمط التدريس بالتناوب هو اللي هو الالتيرنونس. دونك شنو كتكون عندي؟ الحصه الاولى فيها 20 دقيقه، وكذلك الحصه الثانيه. الحصه الاولى ديال ليكريتور كتكون بريزونسيال يعني حضوريه، التلميذ كيديرها في داخل القسم. اما الحصه ديال لا كوبي اللي كتكون فيها الكوبي كيديرها التلميذ سميتو في المنزل ديالو، تعلم ذاتي. دونك هذا بالنسبه للمكون ديال ليكريتور اي كوبي. جوج سيونس، السيونس الاولى حضوريه والسيونس الثانيه كتكون تعلم ذاتي. دونك ندوزو لمكون اخر اللي هو لي زيكزيرسيس ايكري. هذا المكون هذا اللي كاين في الثلاث فرنسيه، عنده حصه واحده في الاسبوع. دونك المده ديالو 20 دقيقه. هنايا كتكون الاختيار ديال الاستاذ، الا شاف ان لي زيكزيرسيس ضروري يداروا في القسم بريزونسيال يديرهم. الا شاف ان التلامذ يمكن لهم بالاستطاعه ديالهم انهم يديرهم في الدار بوتيتر ا دوميسيل، يعني يمكن له يداروا اوتو ابرونتيساج يديرها. دونك هنا عنده الاختيار على حسب المستوى ديال التلاميذ. دونك هذا ليكزيرسيس اكري عنده حصه واحده اسبوعيا. ندوزو لمكون اخر ديكتي. دونك ديكتي بالنسبه للمستوى الثالث عنده حصه واحده اسبوعيه، المده ديالها 20 دقيقه. كذلك بحال ليكزيرسيس اكري يمكن لها الدار حضوريا، ولا الاستاذ يديرها اوتو ابرونتيساج، يعتبرها اوتو ابرونتيساج. دونك هذا بالنسبه للحصه ديال لا ديكتي، يعني بحالها عقلوا عليها بحال ليكزيرسيس اكري. دونك كما قلت لكم هذه راه منها تعرفوا الغلاف الزمني المخصص لكل مكون وفق اخر المستجدات، وتعرفوا كيفاش يتم التوزيع وفق نمط التدريس بالتناوب. ندوزو لا برودكسيون دو ليكري. دونك برودكسيون دو ليكري شنو كتكون فيها؟ الحصه ديالها عندها حصه واحده اسبوعيا، المده ديالها 20 دقيقه، المده ديالها 20 دقيقه، وكدار ضروري ديرها حضوريا. ندوزو البروجي دو كلاس، يعني المشروع ديال القسم. دونك المشروع ديال القسم عفوا هنايا راه درت انا هنايا فوالا. هنايا راه سيونس، يعني كنقصد به السيمانه الاولى، حيت عنده هو سيونس وحده، عنده سيونس وحده في السيمانه. البروجي دو كلاس ايغ دو طاب. هنا البروجي دو كلاس عنده حصه وحده اسبوعيا، كنعاود نكرر حصه وحده اسبوعيا. انا غير ما درتش لا سومين هنا، خصني ندير لا سومين. يعني هنايا السيونس الاولى كتكون في الاسبوع الاول، السيونس الثانيه كتكون في الاسبوع الثاني، السيونس الثالثه الاسبوع الثالث، والسيونس الرابعه الاسبوع الرابع، والسيونس الخامسه الاسبوع الخامس، لان كنتعامل بالوحدات، والوحدات في خلال 5 ديال السيمانات. البروجي كلاس كيدار مره في السيمانه، عنده سيونس وحده. دونك كاملين فيهم 30 دقيقه، شاك سيونس فيها 30 دقيقه شاك سومين. دونك نشوفوا حنايا كيفاش كيتقدم هذا البروجي دو كلاس وفق نمط التدريس بالتناوب. دونك الحصه الاولى اللي كدار في الاسبوع الاول كتكون حضوريا الحصه الاولى. الحصه الثانيه والثالثه والرابعه كتكون اوتو ابرونتيساج، يعني جوج السيمانه الثانيه والثالثه والرابعه ما كنديرش بروجي دو كلاس، كيدار في تعلم ذاتي. والحصه الخامسه كتكون بريزونسيال حضوريه، هي اللي كيقدم فيها التلميذ داك البروجي دو كلاس. الاولى كنعرفوا التلميذ شنو غيدير في هذا البروجي دو كلاس، شنو هو الهدف ديال هذا البروجي دو كلاس، الموضوع كنشرحوا له الموضوع. ديك الساعه حتى الحصه اخر حصه في الوحده اللي كتكون في السيمانه الخامسه كيقدموا لنا، كتكون بريزونسيال باش كيقدموا لنا المشروع ديالهم ديال القسم اللي داروا. دونك هذا بالنسبه للمستوى الثالث. هادو جميع المكونات اللي كيكون في الفرنسيه المستوى الثالث. يعني دابا هذا الفيديو هذا راه كيخليك تعرف المكونات، كيخليك تعرف الغلاف الزمني يعني في السير العادي ديال الدراسه، وكيخليك تعرف حتى كيفاش كتأجرع هذا الشيء وفق نمط التدريس بالتناوب. دونك سالينا مع المستوى الثالث، ندوزو للمستوى الرابع ان شاء الله. دونك المستوى الرابع نشوفوا لي زاكتيفيتي اورال. لي زاكتيفيتي اورال كان عندنا دو سيونس فيها. الحصه الاولى 30 دقيقه والحصه الثانيه 20 دقيقه. الحصه الاولى 30 دقيقه والحصه الثانيه 20 دقيقه. دونك كيما السيونس الاولى بريزونسيال والحصه الثانيه تعلم ذاتي. هذا بالنسبه لاكتيفيتي اورال. ندوزو المكون لا ليكتور. دونك لا ليكتور فيها 4 سيونس كما شفنا. بالنسبه للثالث الحصه الاولى بريزونسيال تعلم حضوري، يعني حضوري. الحصه الثانيه
تعلم ذاتي اوتو ابرونتيساج. الحصه الثالثه كتكون فيها بحال الاولى بريزونسيال، يعني كنمشيو بهذا النمط، حصه حضوريه، حصه اللي موراها تعلم ذاتي، حصه حضوريه، حصه اللي موراها تعلم ذاتي. وديما الحصه التعلم الذاتي كتكون فيها 20 دقيقه هي، والحضوريه كتكون فيها 30 دقيقه. دونك هذا بالنسبه للمكون ديال لا ليكتور، هذا بالنسبه للمكون ديال لا ليكتور. دونك نشوفوا مكون اخر، عفوا هنايا راه المستوى الرابع، هنايا المستوى الرابع، عفوا راه درت الثالث انا تدير هذا المستوى الرابع، انا نسيت ما قديتهاش في الديابو، المستوى الرابع هذا. باش ما نغلطش الاخوان، ها هي غادي عفوا هذا راه نسيت ما درتهاش، المستوى الرابع كذلك، المستوى الرابع، المستوى الرابع هذا نسيت ما درتهم، المستوى الرابع هذا ايضا المستوى الرابع. دونك كما قلت لكم هذا الفيديو هذا راه غادي يفيدكم حتى في سميتو، حتى باش تعرفوا الغلاف الزمني المخصص لكل مكون، وتعرفوا حتى عدد الحصص في كل ماده شحال فيها، يعني كتضرب عصفورين بحجر واحد هنايا، كتعرف ثلاثه حوايج يعني في فيديو واحد. دونك نرجعوا قلنا بالنسبه لهنايا لا ليكتور حنا قبيله درناها، فوالا قلنا على ان هذا الكاتر سيونس شرحناها. دونك بقينا حنايا في هذا المكون اللي موراه. دونك المكون اللي موراه كونتين ايشونت في حصه وحده حتى هو 20 دقيقه حضوريه، ضروري خصها تكون حصه وحده حضوريه 20 دقيقه. دونك ندوزو المكون الاخر اللي هو ليكريتور او كوبي. دونك نفس الشيء، ليكريتور كيدار حضوريا والكوبي كدار تعلم ذاتي، لانه غير كينقل فيها، دونك كما كتشوفوا الحصه الاولى 20 دقيقه وكذلك الثانيه 20 دقيقه، الحصه الاولى حضوريه والحصه الثانيه كتكون تعلم ذاتي. الوغ نمر الى الديكتي. دونك لا ديكتي شنو كتكون فيها؟ الديكتي 20 دقيقه، الحصه الاولى كتكون حصه وحده اسبوعيا 20 دقيقة. دونك عندك الاختيار الأستاذ كما قلنا بالنسبة للمستوى الثالث، يا إما كيديرها حضوريا بريزونسيال ولا كيديرها بوتيتر ا دوميسيل، يعني اوتو ابرونتيساج، يعني الأستاذ له كامل الحرية في هذا الاختيار هذا. غندوزو المكونات اللي كتبان في الرابعة، وهذا خصكم تعقلوا عليهم: الجرامير، كونجيغيزون، لورتوغراف. فوقاش التلميذ كيبدا كيعرف هاد المكونات حتى كيطلع للمستوى الرابع، قيدوها وسطروا عليها ونعاود نقولها لكم الا سولوكم عليها. هاد المكونات الجرامير والكونجيغيزون لورتوغراف فوقاش كيتقرر التلميذ كيبدا التلميذ يعرفهم حتى المستوى الرابع، عاد كيعرفهم. دونك هاد المكونات هادو عندهم حصه وحده اسبوعيا، عندهم حصه وحده اسبوعيا، وكيكونوا كاملين كيكونوا بريزونسيال، يعني هادو كيديروا كاملين بريزونسيال وما عندكش الحق ديرهم، زعما تبدلهم. هاد المكونات هادو عفوا راه نسيت انا هذا ما درتلوش الاخر. دونك كما قلت لكم هاد المكونات هادو كيبدا التلميذ يعرفهم ابتداء من المستوى الرابع، دونك المده ديال الجرامير عنده مده الجرامير 30 دقيقه، 30 عفوا راني قلبتهم هنا، ها هو 30. انا راه ما كنعطيكمش هذا، راه ما كنجيبش من سميتو، ما كنجيبش كنقرا من شي كتاب، لان بعض الكتب كيرتكبوا من اخطاء كيكونوا غير محيانه. دونك هذه اللي كنعطي ملي كنلقى شي ايرور راه كنصحوه، يعني عارفوا هذاك راه ماشي هو هذا. لورتوغراف فيها 20 دقيقه، فوالا ها هي. دونك الجرامير 30 دقيقه كتكون حضوريه، الكونجيغيزون كذلك حضوريه، واللورتوغراف حتى هو حضوريه. الجرامير فيه 30 دقيقه، الكونجيغيزون كذلك 30 دقيقه، غير لورتوغراف تعقلوا عليها، غير لورتوغراف ولا ديكتي اللي كتكون فيها 20 دقيقه. دونك هذا هو نمط التدريس بالتناوب. ندوزو المكون اخر اللي هو البرودكسيون دو ليكري، واللي المده ديالو 30 دقيقه وكتكون حضوريا، ضروري تكون حضوريا. اما البروجي دو كلاس هو بحال الثالث. دونك عندنا حصه واحده في الاسبوع،
حصه واحده في الاسبوع على امتداد 5 اسابيع اللي هي ديال الوحده. دونك كتكون بريزونسيال. الحصه الاولى بريزونسيال، كنعرفوا التلميذ شنو المشروع غيدير فيه، شنو غيكتب فيه، شنو كنعرفوا له بالموضوع، وكنخليوه. والحصه الثانيه والثالثه والرابعه كتكون هاي اوتو ابرونتيساج، يعني تعلم ذاتي، حتى الحصه الاخر حصه وكتكون بريزونسيال اللي هي 30 دقيقه. دونك هذا فيما يخص المستوى الثالث والرابع. ان شاء الله فيديو اخر غتلقاو ديال الخامس والسادس والفرنسي، وعاوتاني نصوبوا كل حاجه بوحدها باش نتوما ما تلفوش وتعرفوا كل حاجه وديالها. دونك كنتمنى ان الفيديو يكون هذا يكون فهمتوه ومفهوم الصوت تا هو مزيان، لانه بعض الاخوان كتشكلوا ان الصوت يكون في فيديوهات ناقص. حاولت ندير هذا اعلى صوت. دونك حاجه وحده اللي غنأكدها لكم هو ان بزاف المتغيرات داروا هذا العام، بزاف المتغيرات. ما تخدموش بالكتب ديال الديداكتيك اللي ما محييناش، يعني ماشي ديال 2020 لانها تبدلات. ما تاخذهمش باش ما تكتبوش نهار الامتحان شي حاجه قديمه. دونك حاولوا تتبعوا معايا ان شاء الله في القناه ديالي، غتلقاو اي حاجه مستجده، كلشي مستجد هنا وكلشي جديد. الله يوفقكم والله يسهل الامور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. موعدنا في الفيديو الاخر ان شاء الله اللي غادي نشرحوا فيه باقي المستويات.